قولي لي يا مدام ماري. ها. انت يا ترى بدأتي تدخلي في طريق الفن سنة كام تقريبا؟ سنة 20 يا اخويا. مم. يا ندامة، طب ليه يعني بتسألني السؤال ده؟ الواحد عيب يقول سنة 20. ليه؟ ده مش بعيد قوي عن بس سنة 20. هكبر نفسي زيادة عن اللزوم وبعدين الناس يعرفوا ان انا كبيرة. طب انت، ما انت في كل فيلم بتطلعي يعني واخدة دور الحما، فيعني معروف انك خلاص بقيتي حما يعني. لكن احب ابقى صغيرة، ايه رأيك بقى؟ ها. طب والنبي يعني لو سمحتي تقولي لنا، كانت ايه الظروف اللي دفعتك في طريق الفن يعني؟ الظروف؟ اه. كنا غلابة، وحياة ربنا العزيز. يا اختي بتبصلي كده ليه؟ زعلان يعني ان لا انا بقول هو، لك كنا غلابة؟ لا مش زعلان. ها. اصل بقى الظروف الحقيقية امي كانت بسيطة قوي، وكانت يعني اللي بتكتسبه ايه 5 6 جنيه في الشهر، فطبعا ما يعملوا لناش حاجة واحنا كبرنا. وطبعا لما المدموزيل تبقى مدموزيل عايزة تلبس فستان فستانين ثلاثة، جزمة اتنين ثلاثة، بقينا طبعا يعني نقول لماما هاتي لنا، تقول ما معيش. وبعدين اخت جبران نعوم كانت صاحبة امي، قامت قالت لها ما تدخليهمش في التمثيل ليه؟ قالت لها يا ندمتي يشتغلوا في التمثيل الولاد على اخر الزمن. قالت لها وماله، ده التمثيل كويس وده كله نصائح للناس. ومين جبران نعوم؟ ده كان مدير مرسح ومدير فني، راجل كان كويس قوي وله مركز كويس، بس انت مم. ما تعرفوش يا روح قلبي. طب انت تذكري يا مدام ماري اول اجر خدتيه كان آه كام؟ كان 6 جنيه في اليوم؟ في اليوم. يا ندمتي في الشهر يا شيخ حرام في عليك. الشهر 6 جنيه؟ في الشهر كنت باخد 6 جنيه. طب تذكري دلوقتي ايه اول مسرحية ظهرت فيها؟ آه, القضية نمرة 14. دورك انت الله. ايه فيها؟ شحاتة. شحاتة. آه طب تذكري اول مرة وقفتي فيها على المسرح بتواجهي فيها الجماهير، كان شعورك ايه يا ترى في الوقت يا ده؟ ساتر يا رب، كنت بترعش وبتنفض وايديا متلجة ومسكاني حمى حمى، عارف امم. حمى يعني ايه؟ اه. سخنة زي النار، وحاطة راسي في الارض ونايمة في الارض. وبعدين يفز يا واد انت وهو، الكل فز وانا ما فزتش. فضلت نايمة. طب انت دلوقتي يعني كل الادوار اللي بتقومي بيها يعني من اللون الكوميدي، مم. فليه اخترتي اللون ده، او ايه الظروف اللي مش خلتك؟ انا اللي اخترته يا حبيبي، اه. لا ده نجيب الريحاني الله يرحمه ويحسن اليه، هو اللي اختارهولي. انا كنت ممثلة عادية، بمثل في كل مسرحية، مثلت دراما ومثلت كوميدي ومثلت تراجيدي ومثلت كل حاجة. لما جيت عند نجيب الريحاني يمكن لقاني كده يعني على بلدي شوية، قام اختار لي الأدوار دي، والحمد لله نجحنا فيها والحمد لله. طب يعني انت تجيدي تمثيل الدراما؟ اه. طب تقدري تقولي لي اي حتة من الحاجات اللي بتقوليها كوميدي تقوليها لي دراما؟ دراما؟ اه. استنى ما افتكر لك حتة يا اخويا. افتكري قولي. يا ندامة انت بس احرجتني دلوقتي. لا. في رواية محدش واخد منها حاجة، اه. بخش بقول اه يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي، آه كان لك فين مستخبي ده كله يا بنتي. شوف بقى لما اقولها اه يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي، كان لك فين مستخبي ده كله يا بنتي، اهي دراما. لكن طب بقى كوميدي؟ كوميدي، اه يا بنت يا حبيبتي يا اختي، كان لك فن مستخبي يا روح امي. طبعا دي حاجات بتبقى شاذة شوية فالجمهور بيضحك عليها. مهم. م- طب انت الوقت فراغك يعني م. بتقضيه فين؟ بقضي في بيتي طبعا. ب... بتقعدي مثلا جنب راديو بتسمعي برامج الاذاعه؟ اوي، هو انا حلت الا الراديو؟ ما انا ما عنديش حاجة اعملها في البيت الحمد لله، يعني مرتاحة من جميع. اقعد قدام الراديو اسمع الاغاني، حاجات كويسة بتعجبني وتفرفشني وتفكرني بالذي مضى كله. طب ايه الاغنيه اللي لما بتسمعيها بتفكرك بالذي مضى؟ الاغنية اللي بسمعها بجد هوز حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. طب دي بتفكرك بايه؟ في نجيب الريحاني الله يرحمه ويحسن اليه، يعني كان راجل طيب، والحقيقة هو اللي اختار لي الخطة اللي أنا ماشية فيها دي، هي أدوار الحموات اللي نجحت فيها والحمد لله ربنا ساترني. بما انك يعني تخصصتي في ادوار الحموات، فتقدري تقولي للازواج والزوجات بعض نصائح؟ أمال. قولي عدي. يا سلام، أقول للحما ولا أقول للزوجة والزوج؟ قولي للزوج او الزوج والحما. طيب،
اقول للزوجة والزوج ما يسمعوش كلام ابهاتهم وامهاتهم، يسمعوا كلام بعضيهم ويحبوا بعضيهم ويخلصوا لبعضيهم ويطيعوا بعضيهم. واقول للحما بصفتي حما مسرحية، ها، اقول لها اديهم على دماغهم لما تلطيهم. ما يهمكيش اذا كان ابنك ولك مرات ابن، اديها لما تلطيها وزعليها وعكننيها، خلي البيت يخرب من تاني يوم. لكن الحقيقة غير كده بقى. طب قولي لي، انت حما بجد ولا بس في السينما لا وفي اخصى المسرح؟ عليك والنبي، انا ما انا حما ولا حاجة، ده انا ام وحنينة وطيبة وكل يعني حاجة. لسه ما بقيتيش حمل دلوقتي؟ لا ليه يا اخويا، انا حما، عندي بنت وعندي ولد والاتنين متجوزين. متجوزين الاثنين؟ وانا كويسة معاهم، وطبعا انا مالي ومالهم. عندي كلمة حلوة اقولها، عندي كلمة وحشة احطها في قلبي واسكت، واحب مرات ابني زي ما احب بنتي تمام. طب امال في الافلام يعني بتدوخي كده ما هو دي كلها نصائح. نصائح للحما لما تشوف نفسها مكروهة تقوم ما تعملش الحاجات اللي انا بعملها قدامهم. لا كويس والله. اه طب انت قلتي لي على اغنيه واحده، مفيش اغاني تانية بتفكرك؟ استنى اما افتكر لك يا اخويا. عاشق الروح دي بتفكرك بايه؟ اهو في حاجات كتير بقى. الله، انت هتحرجني ليه؟ طب في ال20 سنة اللي فاتوا يا مدام ماري، اشتركتي في كام مسرحية وفي كام فيلم؟ يا ساتر يا رب، ده ايه يا اخويا ده انا اشتركت في تقريبا 200 مسرحية اكتر كمان. والافلام دي بقى برضو كده كذلك. هتقولي كسبت كتير، كسبت قليل، كان ورايا مصاريف كتيرة والحمد لله على كده. طب قولي لي، ما فيش دور من الادوار اللي مثلتيها يعني ما زال في دماغك، يعني تعتقد ان هو كان احسن دور مثلتيه؟ الحقيقة يعني في دماغي روايات كتير ومثلت كتير وأنا بألف كتير وعلى المسرح، يعني ما بستناش على نفس الحركة أو التمثيل اللي أنا بقوله. أنا بألف من عندي وبعمل، وكل يوم شكل. يوم تتفرج عليا تلقاني دم خفيف، يوم تتفرج عليا تلقاني دم تقيل، يوم أقعد على الكرسي، يوم أقف، يوم مثلا أعمل حركة بإيدي، يوم ما أعملش. يعني دايما أغير في أدواري. طب دور الحما اللي انت فيه ده دايما ما زهقتيش منه؟ مش نفسك أبداً. مثلا تمثلي دور تاني غير دور الحما؟ ابدا، احب واموت فيه لدرجه ان انا في بيتي ساعات كتير اتكلم بلدي واتكلم بلهجتي دي، لما اجي اتكلم فرنجي ما اعرفش. اقول لك نعم بتقول ايه يا روحي، ما اعرفش اتكلم اكتر من كلمتين اتنين، وبعد كده اقول لك جريه يا عمر. والله يعني كل لهجتي بقت عاديه، يعني كلام بلدي خالص. طب مين احسن مطرب انت يعني بتحبي تسمعيه؟ احسن مطرب فريد. فريد الأطرش. طب واحسن مطربة؟ هاي ام كلثوم، اموت فيها. اموت، شوف اموت، اسمها لوحده يطربني. بقول يا ست ماري، انت كل الاغاني اللي انت اخترتيها جد شويه. من جد وجد. بس انت يعني روحك كلها يعني روح ضاحكه كده. فمفيش اغنيه من الاغاني الضاحكه كده بتعجبك او تفكرك بحاجه؟ لا يا سلام، احب اللي يقدر على قلبي. دي ايه بتفكرك بايه الاغنيه دي؟ بتفكرني بالمرح طبعا، يعني فيها شكوكو ودمه خفيف، فيها اسماعيل وشربات، فيها ليلى مراد، وانا احب ليلى مراد زي ما احب روحي تمام. فطبعا يعني الحاجات دي هي فيها شوية مرح